a chemical process in which an atom of the element gain one electron or more. gain يعني جالها، يعني لو هي كان معاها في الأول 10 إلكترون وجالها إلكترون فبقت معاها 11 إلكترون. طيب يبقى احنا كده number of electrons ايه اللي حصل له؟ زاد. واحنا اتفقنا قبل كده ان الالكترون، زي ما احنا عارفين ان الالكترون ما بيحبش الاكسجين. يعني لو انت يا اكسجين، لو انت يا الكترون بقيتي اكبر، انا كاكسجين هقل. انت هتزيد انا هقل. الكترون زاد اكسجين قل، يبقى احنا ما بنحبش بعض. احنا متخانقين مع بعض وما بنحبش بعض، فدايما عكس بعض. طيب الكترون زاد يعني كده الاكسجين قل. طيب اكسجين قل يعني حصل لها ايه؟ reduction process. reduction process. reduction process. يبقى اول ما يقول لنا في الامتحان a chemical process، يجي في بالنا حاجتين. chemical process، يبقى في بالنا حاجتين، يا oxidation يا reduction process. طيب هنا بقى نعرفها ازاي؟ نكمل باقي الجملة. in which an atom of the element gain. gain، نقف عند كلمة gain one electron. gain one electron يعني الإلكترون عددها زاد، فمعنى إن الإلكترون زادت يبقى الأكسجين قل. طب معنى إن الأكسجين قل إن البروسيس دي اسمها reduction. reduction process. طيب in case إن هو قال لنا إن atom of element gain 1 electron، لا غيرها وخلاها lose 1 electron. فلوز 1 الكترون يعني number of electron قل. طيب لما number of electron بيقل يبقى الاكسجين بيزيد. طيب اكسجين بيزيد يعني حصل لها oxidation. يبقى في الكيس دي الكيميكال بروسيس بتاعتنا هيبقى اسمها oxidation process. oxidation process. تمام. خش على اللي وراها. It's the state of an electric conductor that shows the transfer of the electricity from or to it when it's connected to another conductor. الكيس دي بيبقى اسمها the electric potential. the electric potential of conductor. يبقى أول ما يقول لنا state of electric conductor that shows بتبين transfer of electricity، حركة الكهرباء منها وإليها لما يبقى اتنين كوندكتور يبقوا كونكتد مع بعض، لما يبقوا متصلين مع بعض يبقى اسمها the electric potential of conductor. the electric potential of conductor. تمام كده. نخش على the choose. all the following affect on speed of chemical reaction except. طيب تعالى نفتكر سوا. احنا عندنا اول حاجه reactant concentration. طبعا طبعا بتاثر على السبيد اوف رياكشن. نفتكرها ازاي؟ الكونسنتريشن اللي هي الشوارع الفاضيه والشوارع الزحمه. لما بيبقى diluted concentration، لما يبقى الكونسنتريشن مخفف يبقى الشارع فاضي، فالسبيد اوف رياكشن بتكون عاديه خالص، ماشيه على مهلها. انا ماشي في شارع فاضي فماشي على مهلي مش مستعجل. طيب لو الكونسنتريشن بتاعنا بقى كونسنتريتد مركز، يعني الشارع زحمه جدا، فتلاقي ان كل الناس بتجري بتمد بسرعه عماله تخبط يمين وشمال، نمبر اوف كوليجن مع الناس بيزيد يمين وشمال، فبالتالي سبيد اوف رياكشن بتزيد. يبقى الرياكتنت كونسنتريشن بتفرق معايا. طيب نخش على temperature of the concentration. يا ترى بيفرق؟ طيب لو انا غليت ميه على شمعه تغلي اسرع ولا لو غليت ميه على البوتاجاز؟ طبعا لو غليت ميه على البوتاجاز.
فبالتالي التمبريتشر البوتاجاز بتبقى أعلى من التمبريتشر وهي على شمعة، فبالتالي الرياكشن هيبقى أسرع، المية هتغلي بشكل أسرع في حالة البوتاجاز. يبقى temperature of the reaction بتفرق؟ طبعا بتفرق، يبقى طبعا دي معانا، يبقى الاتنين دول معانا. طيب nature of reactant، طبعا nature of reactant بتفرق معانا، طبيعة الرياكتنت اللي داخل. احنا عندنا الرياكشن بيبقى عبارة عن ايه؟ حاجات قبل الأرض، حاجات قبل السهم، ودي اسمها reactant، وحاجات تانية نغير اللون، وحاجات تانية بعد الرياكشن هنا بيبقى اسمها products، بيبقى اسمها product. طيب اللي بيفرق معانا ايه واللي بيأثر في السبيد اوف رياكشن ايه؟ طبعا الرياكتنت مش البرودكت. يبقى عندنا كله بيأثر على speed of reaction، speed of chemical reaction أو rate of chemical reaction، ما عدا nature of product هي الوحيدة اللي ما بتفرقش معانا وما بتأثرش في السبيد بتاعت الرياكشن. تمام كده؟ تمام. ماشي. عندنا genes control inherited traits for living organisms by producing genes بتproduce enzymes. طيب ايه اللي بيبروديوس او ايه اللي بيسكريت هرمونز؟ الجلاندز، زي البيتيوتري جلاند والثيرويد جلاند والبنكرياس والاوفري، وكل الكلام ده بيبقى بيسكريت هرمونز. يبقى عندنا genes control inherited traits for living organisms by producing enzymes. by producing enzymes. تمام. نخش على choose number 3. In the following reaction H2 plus carbon plus copper oxide هيدينا البرودكت copper and H2 and water acts as reducing factor أو reducing agent. طيب تعالوا نفتكرها سوا. reducing factor يبقى البروسيس اسمها oxidation، عشان احنا اتفقنا ان لازم يبقى عندنا الاسمين. reducing factor يعني البروسيس دي اسمها oxidation، reducing factor ده البروسيس نفسها، آسف reducing factor ده السبستانس نفسه. طيب لكن عندنا البروسيس نفسها اسمها oxidation. طيب oxidation يعني number of oxygen زاد. طيب مين هنا اللي النمبر اوف اوكسجين بتاعه زاد؟ مين اللي ما كانش معاه اكسجين وبقى معاه اكسجين؟ يا هيدروجين. انت كنت داخل وانت رياكتنت وانت معكش اكسجين، وخرجت وانت H2O وانت معاك اكسجين، يبقى انت اللي حصل لك اوكسيديشن، يبقى انت reducing factor او reducing agent بتاعي يبقى الهيدروجين. طيب in case ان هو قال لنا عايز oxidizing factor أو oxidizing agent، أو ال oxidizing agent ده البروسيس بتاعته اسمها reduction. لو احنا غيرنا ده، لو ده ما بقاش معانا وعايزين ال oxidizing agent أو ال oxidizing factor. تمام. غيرنا ده وعايزين oxidizing factor. ال oxidizing factor يعني البروسيس اسمها reduction. reduction process يعني الأكسجين قل. طيب مين هنا اللي كان معاه أكسجين وخرج من غيرها؟ الكوبر أوكسايد كان معاه أكسجين وخرج من غيرها، يبقى ده اللي حصل له ريدكشن، يبقى ده اللي اسمه oxidizing factor أو oxidizing agent. إحنا بنحاول وإحنا بنحل دايما كده نحل الأسئلة ونتخيل لو هو غير لنا صيغة السؤال، لو غير جزء منه يا ترى هيودينا لفين؟ فده اللي إحنا بنحله وإحنا ماشيين كده بنفكر سوا ايه الأسئلة اللي ممكن يغيرها، ممكن يلعب معانا ازاي. طيب نخش على السؤال اللي بعده. Mendel covered a
of the pistils of a pea plant to avoid cross pollination. زي ما احنا شفناها قبل كده، ده كان جاي في الكومبليت فوق خالص. مندل غطى ايه of the pistils of a pea plant؟ الاستجما طبعا، غطى الاستجما طبعا. طيب يبقى لما يقول لك cross pollination يبقى هو covered الاستجما. طيب لما يقول لنا زي ما احنا حليناها في أول سؤال خالص، زي ما احنا حليناها في أول سؤال خالص، فينها مندل remove the stamens of pea plant to prevent the occurrence of، لا مش cross pollination، self pollination. يبقى الستامن يبقى self pollination، لكن الاستجما cross pollination. تمام كده؟ ننزل تاني نكمل. Explain the effect of exposure to small doses of nuclear radiation. لا ده الجزء اللي عندنا اللي من السنة دي، يبقى ده جزء مش معانا السنة دي. تمام كده؟ تمام. نخش على question 3 true or false. تمام. The first to be affected by nuclear radiation. nuclear radiation ده الجزء الملغي معانا. طيب نخش على اللي وراه. The glucagon hormone is secreted from the adrenal gland. لا طبعا، definitely false. الادرينال جلاند زي ما احنا قلنا بيسكريت ادرينالين، مش جلوكاجون، مش جلوكاجون. زي ما احنا اتفقنا ان زي ما احنا اتفقنا ان الادرينال جلاند بيسكريت ادرينالين هرمون، بيسكريت ادرينالين هرمون، مش بيسكريت معانا الجلوكاجون. طيب تعالوا نفتكر سوا مع بعض. الجلوكاجون ده مين اللي بيسكريت الجلوكاجون؟ عندنا البنكرياس. البنكرياس هو اللي بيسكريت تو هرمونز، بيسكريت الانسولين وبيسكريت الجلوكاجون. تمام كده؟ تمام كده. زي ما احنا نفتكر سوا. طيب الانسولين ده اللي بيريديوس البلاد شوجر ليفل من الدم. يعني لو احنا اكلنا سكر كتير قوي قوي قوي، بيعمل ايه البنكرياس بقى؟ بيروح سكريت الانسولين عشان ينقل الجزء، عشان يترانسبورت الشوجر from the body to sorry to transport الشوجر from the blood to the body cells، عشان ينقل السكر من الدم بدل ما هو زيادة في الدم للبودي سيلز، عشان نريليز انرجي، وعشان نقدر نبقى عندنا طاقة نجري ونلعب ونتحرك ونلعب كورة وننزل ونخرج. يبقى مين اللي بيظبط القصة دي؟ مين اللي بيظبط الشوجر ليفل في البلاد؟ هو الانسولين. تمام كده؟ تمام. يبقى هنا الإجابة فولس. ليه؟ عشان الجلوكاجون والانسولين بيسكريتد فروم البنكرياس، أو إن الأدرينال جلاند بيسكريت، مش جلوكاجون هرمون، بيسكريت الأدرينال هرمون. تمام كده. نخش على اللي ورا.